يا حستي السودا يا انا يما على اللي انا فيه، بس علشان خاطر يوم بس بيتو عند خالهم اجي تاني يوم الاقي المهزله اللي انتوا شايفينها دي. ادخل المطبخ عشان خاطر اعمل فطار رمضان الاقي المنظر والمزبله اللي انا عايشه فيها دي بسبب يوم بس بيتو يا جماعه. عملوا المطبخ اردغانة زي ما انتم شايفين كده. يا ريت تعملوا لي لايك للفيديو على الاقل تشجعوني على الهم اللي انا هبتدي ان انا اعمله بالشكل ده. شايفين انا ولادي بجد هيجننوني، كلمت كتير معاهم ومفيش فايدة خالص. انتهزوا فرصة ان انا يوم بس مش موجودة وعملوا اللي انتوا شايفينه ده في المطبخ. كل حاجة بعد ما كانت المواعين كلها متظبطة زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا زي ما انتوا شايفين كده انا لازم ان انا اعمل لهم اكل لفطار رمضان. طلعت من الفريزر عندي وراك فراخ، طلعتها وغسلتها وابتديت اقطع بصل شرايح وطماطم شرايح وحطيتهم عليهم زي ما انتوا شايفين كده معايا. وطبعا حطيت التوابل والملح والفلفل الاسود والكمون. قلت طبعا لازم اعمل لهم اكل لفطار رمضان، ولازم عملت اكله سريعه علشان خاطر احاول انجز المطبخ اللي انتوا شايفينه ده. طبعا خدت جنب كده وابتديت ان انا اتبل الفراخ كويس جدا زي ما انتم شايفين كده معايا، وقطعت فلفل شرايح حار وده طبعا اختياري مع كام فص توم كده بسيط، وقلبي كويس جدا. وكنت من ناحية تانية طبعا ولعت الفرن علشان خاطر ان انا احط الفراخ فيها. بجد هيجننوني، وانا عارفين عمالة ان انا اشغل دماغي باي حاجة علشان خاطر انا ما اتعصبش، وان انا بجد ما اعملش حاجة فيهم من تصرفاتهم دي. بس هعمل ايه دلوقتي؟ زي ما انتم شايفين كده معايا حطيت نص كوباية مية عليه وظبطت الصينية وابتديت ان انا ادخلها الفرن. وطبعا ابتديت الحفلة اللي ان شاء الله هحاول ان انا اخلصها بدري. وابتديت في المواعين ان انا احاول انجز فيها لاني كمان طلعت المية ضعيفة. طبعا كله قبل الفطار طبعا كله بيعمل الاكل، فطبعا المية ضعيفة بالشكل ده. بس على مين هضطر برضو ان انا لازم احاول ان انا انجز كمية مواعين مهولة فعلا بجد. وطبعا حطيت الفراخ في الفرن على ما تستوي الفراخ معانا، والحمد لله قربت ان انا انجز لغاية لما تمت العملية بنجاح. زي ما انتم شايفين كده معايا رصيت كله، وطبعا الجزئية التانية بنحاول ان احنا ننجزها. وزي ما انتم شايفين كده هتشوفوا معايا دلوقتي اختلاف مختلف جدا عن ما انا دخلت المطبخ بالشكل ده. الحمد لله تمت العملية بنجاح وظبطت المطبخ وعملت الفراخ وهوريكم شكلها النهائي. والحمد لله خلصت كل حاجة بس بعد عذاب. وده طبعا شكل الفراخ. عملت جنبيها شوية رز وقضينا يومنا يوم من ايام رمضان. كل سنة وانتم طيبين، وبجد ادعولي، انا عايزاكم تدعولي يا جماعة، وادعوا لولادي ان ربنا يهديهم عليا. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.